في عام 2015 شهدت مدينة لوس أنجلوس مشهد غريب: إطلاق 96 مليون كرة بلاستيكية سوداء تعرف بكرات الظل على سطح خزان المياه الرئيسي للمدينة. الإجراء اللي انت أول ما تشوفه تحس إن هو حاجة غريبة للوهلة الأولى، لكنه كان حل مبتكر لمشكلة معقدة بتتعلق بجودة المياه وتوفيرها. في الفيديو ده هنستعرض بالتفصيل قصة كرات الظل ودوافع استخدامها وفوائدها والتحديات المرتبطة بيها. بس لو أول مرة تشوفنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش الصلاة على النبي. الحكاية بدأت في سنة 2007. كانت كاليفورنيا بتواجه مشكلة كبيرة في الخزانات المكشوفة، لأن الشمس كانت بتعمل تفاعل كيميائي في المية. التفاعل ده كان بيبدأ مع وجود الكلور اللي بيتحط عشان يطهر المية، ووجود مادة طبيعية اسمها البروميد في المية. لما الشمس بتضرب في المية، الكلور والبروميد بيتفاعلوا ويطلع منهم مادة خطيرة اسمها البرومات، واللي بتتصنف كمادة مسرطنة خطيرة. وده كان خطر صحي كبير على الناس اللي بتشرب من المية. عشان يمنعوا تكوين البرومات ويقللوا التبخر، ظهر حل غير تقليدي. المدير العام لإدارة المياه والطاقة في لوس أنجلوس، مارتي آدمز، قدم فكرة انهم ينزلوا كرات ظل على سطح الخزان. الكرات دي مصنوعة من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة، وكانت بتبقى مليانة جزئيا بالمية عشان ما تطيرش من الهواء، ولونها اسود عشان تمتص أشعة الشمس وتمنعها من الوصول للمية. وده بيعمل حاجتين: بيمنع التفاعل الكيميائي اللي بيعمل البرومات، وبيقلل التبخر بنسبة وصلت ل90%، وبالتالي بيوفر مياه كتير في ظروف الجفاف. اضافة لكده، الكرات بتحمي الخزان من التلوث الخارجي زي الطيور والنفايات، والمشروع ساعد في الحفاظ على ملايين الجالونات من المياه، وقلل المخاطر الصحية المتعلقة بتكوين البرومات في المياه. تكلفة المشروع كانت منخفضة جدا، سعر الكرة الواحدة كان حوالي 36 سنت، وده مقارنة بتكاليف بناء أنظمة تغطية ضخمة ممكن توصل لمليارات الدولارات. بفضل التجربة دي، لوس أنجلوس قدرت تحافظ على جودة المياه لفترة طويلة وتحمي صحة المواطنين. في ناس قالت ان الكرات سودا فهتسخن المية وتخليها غير صالحة، لكن التجارب اثبتت ان التأثير الحراري كان بسيط جدا ومفيش اي ضرر حقيقي. وناس تانية قالت طب ما تصنيع الكرات اكيد استخدم مية كتير اكتر من اللي هنحافظ عليها، لكن الحسابات وضحت ان كمية المية اللي الكرات وفرتها خلال اول سنة بس اكبر بكتير من اللي استخدم في صناعتها. القصة دي بتعلمنا درس مهم: احيانا الحلول البسيطة والمبتكرة هي الانسب لحل المشاكل الضخمة. كرات الظل مش بس كانت وسيلة لتوفير المياه ومنع مادة خطيرة، لكنها كمان مثال على ان ازاي التفكير خارج الصندوق ممكن يحل مشاكل كبيرة. قول لنا انت بقى، هل شايف ان كرات الظل كانت حركة عبقرية فعلا، ولا كان ممكن حل تاني افضل؟ ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد.